سأتحدث عن 14 فائدة مذهلة لزيت الأوريجانو. نوع الأوريجانو الذي تريده للحصول على الفوائد العلاجية هو زيت الأوريجانو البري. يأخذون 200 رطل من أوراق الأوريجانو في السيقان ويقومون بتركيزها في رطلين من هذا الزيت. يحتوي على 3 فينولات قوية للغاية: الكارفاكرول والثيمول وحمض الروزميرينيك، أو المواد الكيميائية النهائية التي لها خصائص مثيرة للاهتمام. سنتحدث عن هذا الأمر برمته. لذا فإن الفائدة الأولى لزيت الأوريجانو هي خصائصه الطبيعية القوية كمضاد حيوي طبيعي. إنه مضاد للفطريات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفيروسات، ومضاد للطفيليات، ومضاد للفطريات، ومضاد للفطريات، ومضاد للميكروبات المبيضة. لذلك فهو يقتل مسببات الأمراض في جسمك دون قتل الميكروبات الخاصة بك. لذا فهو رائع حقا. عليك فقط أن تحرصي على أن تأخذي قليلا في كل مرة لتنتقلي تدريجيا، لأنك عندما تقتل بعض هذه الميكروبات يمكن أن تحتوي على ما يشبه السموم الداخلية بداخلها، والتي يمكن أن تثير رد فعل مناعي. استخدمي دائما كمية صغيرة جدا. فقط خذي قطرة واحدة وانظري كيف ستسير الأمور، وعندها ستعرفين إن كنت بخير. ربما تأخذ قطرتين أو 3 قطرات في اليوم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة المضادات الحيوية، هذا هو الحل. وهناك أيضا بعض البيانات المثيرة للاهتمام عن زيت الأوريجانو الذي يعالج الأغشية الحيوية. وهذا موضوع آخر تماما لفيديو آخر. لكن الأغشية الحيوية الرقيقة هي ميكروبات تختبئ في قشور صغيرة من الكالسيوم، ويصعب الوصول إليها. لذا فإن زيت الأوريجانو مع ربما مخلب جيد لتفتيت الكالسيوم سيكون علاجا جيدا لذلك. لذا فإن الأوريجانو مضاد أكسدة قوي للغاية للتخلص من أضرار الجذور الحرة، وهي المضاعفات الناتجة عن الأكسدة البيئية والأضرار التي تلحق بالحمض النووي. لذا فإن الأوريجانو يبطئ عملية الأكسدة تلك. حسناً. رقم 3. إنه مطهر رائع. يخلط الكثير من الناس زيت الأوريجانو مع أشياء معينة لتنظيف منازلهم، لذلك يمكنه بالفعل تعقيم بعض الأشياء في بيئتك. إنه جيد لحب الشباب. إنه جيد للحساسية ومفيد جدا للحساسية. ويمكنك أيضا رؤية فوائد الربو، ومشاكل في الرئة بشكل عام، مشاكل في الشعب الهوائية. الآن في كثير من الأحيان يمكن أن تأتي رائحة الفم الكريهة من الفطريات أو الميكروبات. ولهذا السبب فإن زيت الأوريجانو مفيد لرائحة الفم الكريهة. التهابات المثانة، البرد، والإنفلونزا، وهي فيروسات. مشاكل الجيوب الأنفية، وخاصة الجيوب الأنفية المزمنة الناتجة عن الفطريات. إذا كانت على مدار السنة، فمن المحتمل أن يكون السبب هو الفطريات. حسناً. عدوى الأذن رقم 11. يمكنك أخذ قطرة من زيت الأوريجانو، ويمكنك وضعه في أذنك بالفعل، وهو جيد حقاً لالتهابات الأذن. بالنسبة للأطفال والبالغين، إذا قمت بخلط زيت الأوريجانو مع الثوم ووضعه في أذنك، فإنك ستقتل هذا الميكروب. حسناً. لقد تحدثنا عن القصبات الهوائية. 13. الالتهابات الخفية مثل فيروس إبشتاين بار الذي يدخل في حالة خمول ويخرج من حالة الخمول عندما تكون ناقص التغذية، أو عندما تتقدم في العمر، أو عندما تكون منهكا، ثم يخرج وفجأة تصاب بإرهاق مزمن. حسناً. زيت الأوريجانو مفيد حقا لذلك. يمكن أن يمنحك الطاقة لأنه يمكن أن يساعد في إعادة هذه الالتهابات الخفية إلى حالة الهدوء. ثم لدينا فرط نمو بكتيريا الأمعاء الدقيقة. هذه حالة تكون فيها الميكروبات التي يجب أن تكون في القولون الغليظ موجودة الآن في الأمعاء الدقيقة. وعندما تأكل الطعام، تقوم الميكروبات بسرقة التغذية بشكل أساسي، وتقوم بتخمر الألياف في الأمعاء الدقيقة، وهذا يسبب الكثير من الانتفاخ. لذا فإن زيت الأوريجانو مفيد جدا لهذه الحالة. قد ترغب أيضا في إضافة خل التفاح والصيام، سيكون ذلك مفيدا جدا لذلك. حسنا يا رفاق، ها قد حصلنا على الفوائد 14 لزيت الأعضاء.
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، يرجى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.